يو السلام عليكم. يو اف سي 322 اخيرا. اسلام مخاشب ضد من جاك ديلا مادالينا. القتال اللي كنا كنستناو شحال هادي، اسلام براسو اعلن بانه غيطلع للوالتر وايت. اخيرا القتال هنايا نهار الحد مع الصباح 4 الصباح غيكون القتال ديالهم غيتلعب في نيويورك. كنتوقع يكون قتال اسطوري، وكذلك كاين بعض من احسن القتالات اللي كاين في هذا الكارت. انا نحاول نهضر شويه على القتال ديال اسلام ضد من جاك ديلا مادالينا كما العاده. غنحاول نحلوه شويه، نشوفوا طرق القتال ديال كل مقاتل، ميبي طريقه الفوز ديال كل مقاتل، وكذلك نهضر شويه على القتالات اللي كاين في التحت ديال الكارد. ليتس جو. بالنسبه لهذا القتال، اول مره اسلام غيلعب في الوالتر وايت حياته، فكما كنعرفوا مقاتل ديال الوزن الخفيف والجوت بالنسبه لي ديال الوزن الخفيف. البعض عندهم حبيب، مي بالنسبه لي اسلام الجوت ديال الوزن الخفيف على التاريخ، على مدار التاريخ ديال اليو اف سي. بعد داكشي اللي داروا كامل في الوالتر وايت، قرر يطلع اللايت وايت، قرر يطلع الوالتر وايت اخيرا، وغيلعب على التايتل شوت ضد من جاك ديلا مادالينا، اللي هو كذلك من احسن المقاتلين في الجيل الجديد، وهو البطل ديال الوالتر وايت من بعد ما هزم البطل السابق محمد بلال بيونانيمس ديسيجن. كانت واضحه. عنده واحد البوكسين خيالي، عنده واحد جوجيتسو توا جيد جدا. ولكن الى جينا نهضروا على المستوى ديال الاسلام، فاسلام من احسن المقاتلين. الى جينا نهضروا على تكامل، فاغلبيه المصارعين ولا المقاتلين اللي كيجيو من منطقه ديال داغستان كيكونوا متخصصين في المصارعه، والمصارعه ديالهم كتكون غالبا يكون المستوى ديالهم عالي في المصارعه، واللي كتكون مصارعه. فمؤخرا شفنا بزاف ديال المقاتلين كيوقفوا المصارعه ديالهم، لكن اسلام مختلف عليهم شويه. فاسلام عنده واحد الاسقاطات، اغلبيه كيميل الاسقاطات ديال الجودو، فاسلام متمرس محترف الجودو بواحد الطريقه مرعبه داخل الاوكتاغون، وكذلك الاخضاعات ديالو. فعلا تتيلو غير تغرى صغيره اسلام غادي يخضعك بكل سهوله، كما شفنا في الفايت ديالو قبل مع مويكانو. فمويكانو من احسن المقاتلين، المستوى ديالو راه توب ديال اللايت ويت، بالرغم من ان اسلام اخضعه في اقل من دقيقه. وقبل منا داستن بوريا من احسن المقاتلين اللي كاين في اللايت ويت. في اخر الجوله بواحد الطريقه حتى واحد ما كان كيتوقعها خضعوا، ربح الفايت، ربح الدفع على اللقب ديالو. وكذلك خضع تشارلز اوليفيرا صاحب اكبر عدد اخضاعات في التاريخ ديال الاو سي. انك تخضعوا بديك الطريقه فان كان كيدل على المستوى الرهيب ديال الجوجيتسو اللي عند اسلام، وكذلك سترايكينج ديالو. من اكثر الاندر ريتد، ولا الناس اللي ما كيعطولوش حقه عند الاسلام هي السترايكينج ديالو. فالسترايكينج ديالو ناضي بزاف، كما شفنا مع فولك ولا حتى مع داستن بوري. فكما شفنا القتال ديالو كذلك مع داستن بوري ما كانش قد انه يدير له اسقاط في الارض، فكان كيسترايكي معاه بكل اريحيه. بالمناسبه اسلام من اكثر المقاتلين دفاعا من ناحيه سترايكينج، فقليل في كيتلقى ضربه هنا ولا بات. جاك ديلا مادالينا من احسن البوكسرز اللي كاين حاليا في اليو اف سي، بجانب من توبوريا، أليكس بيريرا، كاين جاك ديلا مادالينا. وكذلك عنده واحد الباور اللي محترمه بزاف في الوزن ديال الوالتر ويت، يعني وزن اكثر من اللي انت موالف كتلعب فيه. فإذا شفنا هاد الميزات اللي عند جاك ديال اللي من بينها البوكسين ديالو اللي ممتاز، كذلك الجوجيتسو ديال جاك اندريتي، حتى هو اسلام اندريتي من ناحيه سترايكينج، جاك اندريتي من ناحيه جوجيتسو. كيعرف كيفاش يخرج من التوب كنترول، كيعرف كيفاش يوقف بالزربه، وعنده كذلك القوه انه يدفع الخصم ديالو وينوض. بالنسبه للتيك داون ديفانس ديالو، ما عندوش تيك داون سوليد لحد الساعه، بالرغم من ان شفناه وقف شحال من تيك داون البلال، ولكن كنظن بلال ماشي بنفس المستوى ديال اسلام عنده طرق متعدده للاسقاط. كما قلت لكم اسلام ماستر في الجودو. الا وقفتي التيك داون بطريقه العاديه
اسلام غادي يطيح كذلك بطريقه او باخرى. فبالنسبه للفايت بريدكشن ولا التوقع ديالي لهذا الفايت، كنظن اسلام الى جاك ارتكب خطا ولو بسيط في الارض، اسلام غادي يخضعوا من الجوله الاولى. والى جاك حتى كانت قوه ديالو البدنيه اكثر من اسلام واسلام ما قدش يخضعه، كنظن اسلام غادي يربح الفايت، ولاني غادي يكون يونانيمس ديسيجن كما في القتال ديالو مع فولك الاولاني. ولكن اسلام ما كانش حذر كما العاده وما كانش كيتوقع القوه ديال جاك، حتى جاك من احسن من اكثر المقاتلين اللي عندهم نوكاوت في الوالتر ويت، وقيل عنده شي 13 نوكاوت من اصل 19 الفوز ولا 18 الفوز. ما كانش مع حذر يقدر يتنوكا. ما كنظنش اسلام من اكثر المقاتلين دفاعا وحذرا من ناحيه سترايكينغ، عارف فوقاش يدخل، عارف فوقاش يخرج، عارف فوقاش يتحرك على بالجوانب ديال الاوكتاغون، عارف فوقاش يضغط، فوقاش يخرج. ما كنظنش اسلام غادي يتهور ويدخل في دوغ فايت مع جاك ديلا مادالينا. فكنظن يا اما سبميشن يا اما يونانيمس ديسيجن للاسلام. في الكومين ايفنت اخيرا وايلي كتطلع لشيفشينكوف وغتلعب معها على الحزام. شيفشينكوف من احسن ولا من اساطير اليو اف سي، فكان عنده واحد التاريخ طويل ديال الفوز، واحد سلسله انتصارات طويله، من اساطير ديال اليو اف سي بالنسبه لفئه السيدات. وكذلك وايلي من احسن المقاتلين ولا احسن المقاتلات اللي كاينين في اليو اف سي حاليا، فانها تطلع لواحد الفئه جديده وتختبر راسها ضد واحده من احسن ولا من اكثر المقاتلات اسطوريه في اليو اف سي. كنظن غيكون قتال ناضي كما العاده كنتوقعوا من وايلي. واخا مؤخرا شيفشينكو بدات كتكبر شويه في العمر وبدات كتاخذ الطرق الاسهل للفوز والطرق الاكثر ملالا من ناحيه تيك داون توب كنترول. السترايكينغ ديالها ما بقاش حاد كما العاده. ولكن بالرغم من ذلك كنظن بانها مازال مقاتله جد ممتازه. واخا وايلي كنشوف بلي انها غتربح وغتاخذ الحزام من شيفشينكو بسبب الكماليه ولا كمال السكيلز وكمال المهارات اللي عند وايلي، وكذلك عامل العمر. شيفشينكو كبرات في السن وحتى اللياقه البدنيه ديالها ما بقاش عندها اللياقه ديال شحال هادي. فكنظن وايلي غادي تاخذها بيونانيمس ديسيجن، غيلعبوا 5 راوندز وتربح قرار حكام يونانيمس. ندوزو للقتال اللي قبل. في القتال اللي قبل عندنا مايكل موراليس ضد من شون برايدي، واحد من احسن توب كونتندرز اللي كاين في الوالتر ويت، واحد يمكن احسن مصارع احسن جرابلر كاين في الوالتر ويت اللي هو شون برايدي، ضد من احسن من اضخم الوالتر ويت اللي طالعين اللي هو مايكل موراليس. كنظن القتال غيكون فاير بين هاد الجوج. الجيل الجديد ديال الوالتر ويت هو هذا، واحد فيهم الرابح 100% غيلعب ضد من الرابح ديال جاك وإسلام، وأي واحد فيهم ربح غيكون خصم صعب جدا للإسلام. كنظن يكون أكثر صعوبة من جاك بسبب أول حاجة المصارعة الخيالي والكارب الخيالي دي عند شون برايدي. فالخسارة الوحيدة ديالو كانت من عند بلال محمد. من مايكل موراليس اللي عمره خسر والحجم ديالو الضخم والضغط ديالو. بالمناسبة مايكل موراليس 18 الفوز 0 خسارة 13 الفينيش. بالنسبة لي شكون اللي كتشوف أكثر ترشيحا للفوز؟ كنظن شون برايدي إلى استعمل الاستراتيجية ديالو اللي واضحة اللي غيدخل يصارع مايكل موراليس. كنظن غيربح، مي إلا قرر يوقف معاه مايكل موراليس كل سهولة غيربح شون برايدي كما ربح له بلال محمد. كنظن شون برايدي غيربح هاد الفايت. ندوزو الفايت اللي قبل اللي هو ما بين ليون إدواردز و ذا نايتمير كارلوس براتوس، واحدين من احسن سترايكرز اللي كاينين حاليا في الوالتر ويت. احنا عارفين ستايل ديال ليون إدواردز اللي هو اوتسايد، فهمتيني، كيلعب اوتسايد، كيستنى الفرصه، كيقنص على الخصم ديالو، ما كيعجبوش دوغ فايت انه يدخل في الكلوز رينج ولا المسافه القصيره مع الخصم ديالو، كيعجبو يلعب برا. من العكس ديال كارلوس براتوس دائما كيعجبو يدخل في المسافه القريبه مع الخصم ديالو. حركات ديالو صعيب توقعهم، بالرغم من انه شفناه في القتال ديالو مع اين غاري
الستامينا ديالو ولا القدره التحمل ديالو ماشي حتى تماك بالنسبه ل 5 راوندز. مي هاد القتال وقيله 3 راوندز. فكنرشح فيه كارلوس براتوس انه يربح. كاين مازال قتالات اخرين مزيانين، مي بالنسبه لي هادو اللي انتريسي بهم. فقولوا لي شكون اللي كيبان لكم غيربح في المين ايفنت ما بين اسلام وجاك ديال مادالينا، وكذلك حتى الفايتس الاخرين. هادشي اللي كاين في هاد الحلقه ولا في هاد الابيزود الصغيره اللي كنحاول نديرها قبل من اي فايت ولا من حدث مرقم ديال اليو اف سي. فما تنساوش تخلي لنا كومنت، قولوا لنا شنو بان لكم في هاد الفايت. هادشي اللي كاين. سيو